ناس كتيرة بتروح الساحل الشمالي، سواء الطيب أو الشرير أو حتى يطلعوا على مرسى مطروح، وما بيبقوش عارفين هم هينزلوا في أنهي قرية، أو مثلا بيبقوا رايحين لضيوفهم ومش عارفين هم هينزلوا القرية دي في الكيلو كام، أو عايزين طلب من قرية فلانية من خدماتها اللي بره ومش عارفين برضو في الكيلو كام، ولا عارفين حتى ترتيب القرى. في الفيديو ده هنستعرض مع بعض ترتيب قرى الساحل الشمالي بالترتيب من أول الساحل الشمالي الطيب لغاية ما نوصل لمرسى مطروح. لو عايزين تعرفوا كل التفاصيل يلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك ويلا بينا. طبعا هنبدأ بالجميلة اللي ياما قضينا فيها أحلى أيام ما تتنسيش، وهي العجمي بيطاش. بعد كده بتيجي الهانوفيل، بعد كده بيجي أبو يوسف، بعد كده شهرزاد، بعد كده 6 أكتوبر، بعد كده الحديد والصلب، بعد كده النخيل الغنية عن التعريف، بعد كده بيقابلنا حاجتين في الكيلو 21 وهي الصفا وأبو تلات. بعد كده بيقابلنا في الكيلو 26 قرية المهندسين، في الكيلو 32 قرية فخر البحار للقوات المسلحة بسيدي كرير، بعد كده الكيلو 34 قرية سيدي كرير نفسها للقوات المسلحة، طبعا تحفة وكل الناس بتحبها. بعد كده في نفس برضو الكيلو 34 بتقابلنا قرية لؤلؤة كرير، الكيلو 35 قرية سدرة سيدي كرير، الكيلو 36 قرية أمون، الكيلو 38 قرية داليا، الكيلو 39 قرية مايوركا، الكيلو 39 تاني قرية مصر للتعمير، الكيلو 39 تالت قرية كرير لاجون. بعد كده بيجي الكيلو 40 بتبقى فيه قرية الفيروز، والكيلو 40 برضو في قرية السراب شاطئ ميراج، والكيلو 40 برضو في فتح الله جملة ماركت سيدي كرير. يجي الكيلو 41 قرية كرير جاردنز، الكيلو 41 تاني قرية الشروق، بعد كده الكيلو 43 قرية الأطباء، الكيلو 43 تاني فيها قرية اللوتس للمحامين، الكيلو 44 قرية جامعة القاهرة، الكيلو 45 قرية الدبلوماسيين واحد، الكيلو 45 فيها تاني قرية رمسيس، الكيلو 47 فيها قرية جولدن بيتش، الكيلو 49 فيها قرية فينوس واحد وكنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، وهي المخبأ السري للعرب. لو حابين ترجعوا للفيديو هتشوفوه في القناة في الفيديو اللي قبل ده على طول. بعد كده بتقابلنا قرية فينوس 2 وهي برضو المخبأ السري للعرب في نفس الفيديو اللي انا كنت بكلمكم عليه، هتلاقوه في الفيديو اللي قبل ده على طول. دي في الكيلو 50. وقبل ما اقول لكم على الورقة الخضراء اللي هي قدامكم دي دلوقتي اللي مكتوب فيها القرى دي، فهي من اكتر الورقة المميزة الموجودة في الفيديو. ليه بقى؟ علشان هي فيها فعلا قرى وفيها فنادق مميزة جدا، وهي وش القدرة زي ما بيقولوا كده بتوع الساحل الطيب. هقول لكم عليها دلوقتي وانا ماشية، فركزوا قوي في الورقة دي. هتيجي بقى زي ما قلنا في الكيلو 50 قرية فينوس 2 اللي احنا اتكلمنا عليها، والكيلو 50 برضو فيها قرية هيليو بيتش، الكيلو 51 مراقية الغنية عن التعريف اللي مصر كلها قضت طفولتها فيها، واللي من احلى الاماكن اللي ممكن تروحوها من جمالها بقى، بتفكرنا بالزمن الجميل والذكرى الجميلة ونوستالجيا تحفة. الكيلو 52 لازق في مراقية فندق ابروتيل برج العرب اللي هو كان اسمه هيلتون برج العرب سابقا، وده من اجمد الاوتيلات الموجودة في الساحل الطيب. فيها فايبس تحفة، فيها بحر جميل، فيها بولز كتير جدا، فيها انيميشن كتير جدا، فيها كيدز اريا للاطفال تحفة، فيها مطاعم تحفة، فيها كل الاجانب بينزلوا فيها. انصحكم جدا بالاوتيل ده. بعد كده بيجي في الكيلو 53 قرية زمردة، وهي اول قرية جه فيها محمد منير في الساحل الشمالي. الكيلو 56 بتيجي قرية غرناطة، الكيلو 56 بتيجي قرية روزانا ريزورت، أما في الكيلو 57 فبتيجي قرية فالنسيا، وفي الكيلو 57 في قرية ديانا بيتش برضو، وفي الكيلو 57 في قرية الدبلوماسيين 2، ودي كانت من أرقى القرى زمان اللي كان فيها أهم الناس في مصر كانوا موجودين في قرية الدبلوماسيين، وطبعا لغاية دلوقتي لسه في ناس عندهم شقق في قرية الدبلوماسيين 2، ودي برضو تعتبر من أهم القرى في الساحل الشمالي الطيب، لأن حواليها مطاعم وكافيهات برضو كتير وصيدليات كتير وكافيهات، فتقدروا ان انتوا تقعدوا فيها، وطبعا مطاعم مشهورة ففيها خدمات برضو مميزة جدا. وتيجي معاها برضو قرية روزانا، ودي برضو من أهم القرى بتاعة الساحل الطيب لأن فيها حاجات مميزة كتير جدا جدا، ودي من أهم القرى اللي فيها خدمات في الساحل الطيب، سواء بقى فتح الله ماركت، سواء بقى مطاعم، سواء كافيهات، سواء برضو كيدز اريا لعب للأطفال. القرية نفسها من جوه تحفة، ومن بره
فيها كل حاجة، فيها مكان ATMs كتير جدا، فيها كل الخدمات اللي انتوا تتخيلوها. فطبعا قرية روزانا من القرى المهمة جدا في الساحل الطيب. وبعد كده أهم قريتين في الكيلو 58 قرية لاجولي بلاج السياحية وقرية هايدي برضو في الكيلو 58. الاتنين دول من أهم القرى الموجودين في الساحل الطيب حرفيا، لأن هم حواليهم من خدمات كتيرة جدا جدا كمان زي الأولانيين ما يقلوش عنهم في حاجة. وغير كده كمان هم أقرب قريتين للكارتة بتاعة قطع التيكت بتاع مدينة الحمام. وكمان ان هي فيها خدمات مميزة كتير جدا ومحلات ومطاعم واي حاجة تتخيلوها موجودة في المكانين دول. بل بالعكس في ناس كتيرة جدا بيجوا ريست على الخدمات اللي من بره في قرية هايدي، لان هي من القرى المميزة جدا وقديمة ومن زمان، وناس كتيرة جدا بيحبوا القرية دي، وهي من اشهر قرى الساحل الطيب قرية هايدي. واحب اقول لكم ان قرية هايدي كان موجود فيها الضيف احمد الممثل الشهير، وكان برضو موجود فيها الممثلة فريدة سيف النصر، وكان موجود فيه برضو الفنانة صفاء ابو السعود وزوجها الشيخ، بس انا مش فاكرة اسمه بالظبط. كان ليهم 3 فيلل هناك على البحر. فقرية هايدي كان فيها مشاهير كتيرة جدا جدا، والبحر بتاعها تحفة، وقرية الناس اللي فيها محترمين جدا، وفيها يعني برايفت زون عالية جدا جدا. فأنصحكم بزيارة قرية هايدي في الكيلو 58. ولأن هي كمان مش بس على قد الخدمات اللي موجودة بره في قرية هايدي اللي كل الناس حرفيا بتجيها علشان تستمتع فيها من بره الخدمات الموجودة عليها، لا ده كمان هي قريبة من الحمام، مدينة الحمام. فتقدروا ان انتوا برضو لو في اي حاجة ناقصاكوا في ثواني، مفيش 5 دقايق بالعربية تنزلوا تجيبوا كل طلباتكم وترجعوا. فهي حرفيا قريبة من كل حاجة وفي موقع استراتيجي جدا جدا. اما بالنسبة للمجموعة دي فانا ما جربتش فيها الا قرية الريفيرا بس، وقرية الريفيرا من القرى الهادية برضو السيمبل كده الرقيقة الموجودة في الساحل الشمالي. بتيجي في الكيلو 59. لكن بقية الورقة الزرقاء دي انا ما جربتش فيها اي قرى تانية. هيكون مثلا في الكيلو 60 موجود قرية تيباروز الساحل الشمالي، دار الدفاع الجوي الساحل الشمالي. الكيلو 62 قرية سلسبيل. الكيلو 62 برضو قرية المروة. الكيلو 62 قرية دعاء السماء الزراعيين. بعد كده بتيجي مدينة الحمام اللي انا قلت لكم عليها، اللي فيها جميع الخدمات الموجودة على طريق الساحل كله، وهي يعتبر مصدر الرزق الكبير جدا للعرب الموجودين هناك في الساحل الشمالي. وفيها اسواق ليبيا كتيرة جدا، وفيها بضاعة حلوة قوي بقى، من كوزماتكس الشامبوهات لأي حد عايز يجهز الشاليه بتاعه، من أخشاب بقى، من موبيليا، من مراتب، من مفارش، من أدوات مطبخ، من أجهزة كهربية، لأي حاجة ممكن تتخيلوها، لأن هي مدينة كاملة وفيها مستشفيات، فيها كل حاجة مدينة الحمام، لأن هي مدينة العرب الموجودة في الساحل الشمالي جنب الكارت على طول، او جنب التيكت التعريفية، عشان لو معانا الاخوة العرب في الفيديو يفهموا، اللي هي البوابات التعريفية اللي احنا بنعدي من عليها بالعربية، بندفع مبلغ معين علشان نعدي. بعد كده الكيلو 63 فيها قرية تهيتي جنوب الطريق. والكيلو 63 فيها قرية التجاريين بالساحل الشمالي. الكيلو 64 بتيجي قرية نايس 2 او نيس 2 على حسب ما الناس بتقولها بالطريقة دي. او الكيلو 64 برضو في قرية نايس 1 او نيس 1 زي ما الناس بتقولها دايما. ودي برضو فيهم خدمات كتيرة جدا موجودة في القريتين دول من بره، وفيهم ماركت برضو فتح الله. الكيلو 65 بتيجي قرية البلاح. والكيلو 65 بتيجي قرية قناة السويس. اما السلايد دي برضو فيها حاجات مهمة قوي، من ضمنهم الكيلو 66 فيها قرية ماربيلا، ودي برضو فيها خدمات كتيرة جدا جوه القرية، ومن اعرق القرى في الساحل الطيب، وبرضو روادها من الناس المهمين جدا في مصر في الساحل الطيب. الكيلو 67 بتيجي قرية الرواد. الكيلو 68 بتيجي قرية بالم بيتش. الكيلو 69 بتيجي قرية الكروان. الكيلو 69 قرية جامعة الدول العربية. الكيلو 69 قرية رمتان. الكيلو 70 بتيجي قرية كازابيانكا. الكيلو 70 جنوب الطريق منتجع مارسيليا.
الكيلو 71 قرية مارسيليا بيتش 3، ودي من أهم القرى اللي بيحبوها المستأجرين. الكيلو 71 قرية الروضة أو الروضة. الكيلو 72 قرية المعمورة الجديدة. الكيلو 72 قرية جامعة عين شمس. الكيلو 72 فيها قرية مينا فور، ودي برضو من أشيك القرى الموجودة في الساحل الطيب. والسلايد اللي باللون الأصفر دي برضو فيها حاجات مهمة جدا، من ضمنها الكيلو 73 فيها قرية مارسيليا بيتش 2، ودي برضو بيحبها المستأجرين. والكيلو 73 فيها منتجع بانجلاوز أو بنجالوز، على حسب ما برضو ناس بتقولها كده وناس بتقولها كده، على حسب الشهرة، كل حد بيقولها بطريقة. ودي برضو من أهم القرى اللي المستأجرين بيحبوها. والكيلو 74 موجودة فيها قرية بالميرا. والكيلو 74 موجود فيها منتجع جامعة القاهرة. والكيلو 74 موجود فيها قرية نايس فور أو نيس فور، على حسب ما بيحبوا ينطقوها برضو هناك، ودي برضو من أشيك القرى الموجودة في الساحل الطيب. الكيلو 75 بتيجي قرية جرين اللي هي سان جوفاني. الكيلو 75 بتيجي قرية ديامورا الساحل الشمالي، ودي برضو من أهم القرى اللي المستأجرين بيحبوها جدا جدا. والكيلو 75 بتيجي فيها قرية مارسيليا بيتش 1، ودي برضو المستأجرين بيحبوها جدا، مجموعة مارسيليا كلها. والكيلو 76 بتيجي فيها قرية نيس 3 أو نايس 3 اللي الناس برضو بيحبوها قوي. الكيلو 76 بتيجي قرية مارينا المهندسين. الكيلو 76 بتيجي قرية مينا 3 الشيك قوي. الكيلو 76 بتيجي قرية بانوراما بيتش. الكيلو 77 بيجي فندق شاطئ عايدة، وده كان من أهم فنادق الساحل الشمالي ومن أوائل فنادق الساحل الشمالي اللي كانت موجودة في الوقت ده، وكان ليها طابع كده وستايل خاص جدا بيها، وكان أشيك الناس وأهم الناس بيروحوا فندق شاطئ عايدة ده. كان بيبقى فيه حفلات كتيرة جدا بالعود على البحر، وكان في برضو بول كان مميز جدا 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 كان موجود هناك. وياما قضينا في الفندق ده احلى ايام، ولغاية دلوقتي فندق شاطئ عايدة موجود وليه محبينه، وناس كتيرة جدا جدا لسه بتروحوا لغاية اللحظة اللي احنا بنعرض فيها الفيديو ده، فندق شاطئ عايدة. اما السلايد دي بقى فهي حرفيا من اهم السلايدات الموجودة في الفيديو ده. ليه؟ هقول لكم دلوقتي. وانا ماشيه كده هشرح لكم اشمعنى دي بالذات هي افضل واحده برضو في السلايدز برضو الموجوده. اولا الكيلو 77 فيها قريه المعادي. الكيلو 78 فيها قريه اغادير. الكيلو 79 فيها قريه ريم ومنتجع الموناليزا. والكيلو 79 فيها قرية المنتزه الساحل الشمالي. يجي بقى من الكيلو 79 بعد قرية المنتزه الساحل الشمالي بيجي على طول فندق توليب الساحل الشمالي، وده من أوائل وأفخم الأوتيلات برضو الموجودة في الساحل الشمالي، قبل ما كان بقى سيدي عبد الرحمن ومراسي والحاجات دي كلها تتعمل، والفنادق بقى كلها اللي هناك. كان يعتبر تالت أهم أوتيل في الساحل الطيب بعد اللي احنا لسه قايلين عليهم من شوية، اللي هو كان ابروتيل الساحل الشمالي، واللي هو برضو كان بتاع شاطئ عايدة، فندق شاطئ عايدة. ده تالت واحد كان في الساحل الطيب، كان توليب الساحل الشمالي. ولازق برضو في الكيلو 82 قرية بدر، ودي برضو ناس كتيرة جدا جدا جدا. القرية دي دايما بتبقى زحمة ودايما كومبليت، وبرضو المستأجرين بيحبوا يروحوا قرية بدر جدا، لان في الكيلو 82 برضو جنب قرية بدر وجنب تيوليب الساحل الشمالي موجود زهران سيتي بارك، ودي من اول واهم الاماكن الترفيهية اللي كانت موجودة في الساحل الطيب ولغاية وقتنا هذا. فيها برضو كل الخدمات، من سوبر ماركت لكافيهات لمطاعم لمحلات تجارية لسينمات لمعارض عربيات لأشهر محلات الحلويات والآيس كريم، وكل حاجة موجودة في زهران سيتي بارك. حتى برضو الكيدز اريا موجودة هناك. ومش بس كده، ده زهران في جميع أنواع المعارض اللي ممكن تتعمل هناك، والكيدز اريا كتيرة جدا هناك. كل حاجة تتخيلوها موجودة برضو في زهران سيتي بارك. فيعتبر المنطقة دي برضو من الساحل الطيب مهمة جدا. والكيلو 82 في قرية الصحفيين. الكيلو 83 قرية فيرجينيا.
الكيلو 84 قرية النرجس، الكيلو 85 قرية الزهور، الكيلو 85 في قرية مينا واحد، ودي من أهم برضو القرى في الساحل الطيب وكانت جميلة جدا جدا ولغاية وقتنا هذا. الكيلو 86 بيجي برضو قرية كليوباترا. بعد كده بيجي برضو في الكيلو 86 قرية لونج بيتش، واللي ساعات بيقولوها لاونج بيتش، تمام، علشان برضو قرى الساحل الشمالي فيها مشهورة بكذا اسمين في حاجات كتير. الكيلو 87 بتيجي قرية مارينا سانشاين. بعد كده في الكيلو 87 برضو بتيجي قرية جامعة أسيوط. الكيلو 89 بتيجي قرية جرين بيتش. الكيلو 89 بيجي قرية منتجع البوسيت. الكيلو 89 بتيجي قرية أتك العالمين. الكيلو 90 بتيجي قرية سومد أو سميد، ودي برضو من القرى اللي المستأجرين بيحبوها جدا. والكيلو 90 بتيجي قرية دايموند بيتش. والكيلو 90 بتيجي قرية اللوتس، ودي من أوائل القرى اللي ابتدت يعني مستأجرين يقدموا عليها من فترة طويلة، كانت قرية اللوتس. بعد كده الكيلو 91 كانت قرية بيترو بيتش. الكيلو 93 بتيجي قرية الأحلام، ودي من أشهر القرى اللي تقريبا يعني أكتر من 3/4 كلها إيجارات فقط، وليس يعني الملاكها ما بيروحوهاش كتير أكتر ما هم بيأجروها. لكن بصراحة أنا منصحش بيها قوي، لأن هي يعني دون المستوى شوية، بالرغم من ان هي كان سعرها الاول رخيص، فكان على قد المستوى بتاعها كمكان في النظافة والحاجات دي كلها كان اوكي ماشي، نقول سعر رخيص مقابل ايه، قيمة مقابل سعر وخلاص. لكن دلوقتي الاسعار ابتدت تغلى فيها، وبالتالي ما باخدش قيمة مقابل السعر اللي انا بدفعه ده. بعد كده بقى بيبدأ يعني يجي علينا الكيلو 94 للكيلو 111. ده بقى كله قرية مارينا العالمين او مارينا، اللي هي مارينا 1، مارينا 2، مارينا 3، مارينا 4، مارينا 5، مارينا 6، مارينا 7. ده كله بقى يندرج تحت بداية خط الساحل الشرير. طبعا زي ما اتفقنا بداية الساحل الشرير وهو يعتبر من اول مارينا الكيلو 97 بورتو مارينا اللي هي جوه مارينا العالمين بوابة 3. الكيلو 100 قرية مارينا 5 او بوابة مارينا 5. الكيلو 105 بورت جولف مارينا اللي هي جنوب الطريق. والكيلو 106 الكيلو 119 دي بقى كلها مدينة العالمين الجديدة. وطبعا عملنا عنها ريفيوهات كتيرة جدا في القناة، وغطينا فيها أماكن كتيرة جدا تحفة، وأنصحكم بزيارة مدينة العالمين الجديدة لأن هي من أجمل المدن الساحلية على البحر المتوسط. والكيلو 160 بتبقى فيها قرية ستيلا العالمين جنوب الطريق. دي قرية ستيلا اللي جنوب الطريق، عليها طبعا خدمات كتيرة جدا، وفيها كنيسة العالمين هناك للمسيحيين. وطبعا قرية ستيلا العالمين اللي هي جنوب الطريق اللي جنب الكنيسة واللي قريبة من العالمين الجديدة، دي برضو فيها خدمات كتيرة جدا جدا تقدروا ان انتوا تستمتعوا بيها برا الطريق على القرية من برا. الكيلو 107 بتيجي قرية مارسيليا لاند جنوب الطريق. الكيلو 120 ميناء الحمراء لشركة ويبكو. الكيلو 120 بتيجي قرية بقى بو ايلاند، ودي كانت الافتتاح بتاعها نفتكر ان هي كانوا عاملين فيه حفلة لعمرو دياب. ومارتن بيتش برضو 120. والكيلو 120 فيه برضو منتجع لازوردي باي. كل اللي انا بقول عليه دلوقتي ده كله يندرج تحت الساحل الشرير. الكيلو 124 قرية لؤلؤة هليوبلس. الكيلو 124 قرية مارسيليا بيتش 4، ودي من اهم القرى، بل هي نمبر 1 في الايجارات في الساحل الشمالي الشرير. الكيلو 124 فيها قرية هاسيندا باي، واللي هصور لكم عنه فيديو تحفة هنزله الفترة الجاية على القناة، من اجمل القرى الموجودة في الساحل الشرير. اما بقى بالنسبة لكل اللي جاي فده اشر الشريرين زي ما بيقولوا، ودي قرية مراسي. الكيلو 125، ودي طبعا مراسي كنا عملنا عنها ريفيو كامل عن منطقة المارينا الموجودة في مراسي ومرسى اليخوت في مراسي. في الكيلو 125 كنت عملت عنه فيديو، يعتبر مثلا الفيديو اللي هو اللي قبل ده على طول، موجود في قرية مراسي. وفي الكيلو 126 فيها قرية الدبلوماسيين 3،
والكيلو 132 فيها قرية الكرمة، والكيلو 133 فيها قرية ومنتجع أوركيديا ريزورت، والكيلو 134 فيها قرية ستيلا هايتس، ودي من أجمد القرى برضو في الساحل الشرير، وفيها ستيلا ووك، وفيها خروجات كتيرة جدا برضو صورتها لكم، هنزلها لكم على القناة جاري التحضير ليها. وكمان في الكيلو 134 جنب ستيلا هايتس لازق فيها حاجة اسمها برضو ايس، ده كان زي اوتيل كده، وبرضو خروجات ليلية موجودة في الساحل الشرير، برضو مصورها لكم، وده عبارة عن خروجة كده شبه اليونان شوية، هفرجها لكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. والكيلو 134 فيها قرية سيشل، واللي برضو فيها خروجات كتيرة جدا جميلة برا. و134 برضو فيها قرية بيانكي. الكيلو 136 فيها قرية أمواج، ودي طبعا من أشهر القرى الموجودة في الساحل الشرير، وإن هي مكان جميل جدا. أمواج فيها خروجات كتيرة جدا بالليل، وفيها برضو خدمات كتيرة قوي 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 على الجانبين من الطريق، وفيها ملاك كتيرة جدا بيحبوا يروحوها طبعا لأن هي حاجات ملكهم، وبرضو المستأجرين بيحبوا يروحوا أمواج. وفي الكيلو 137 فيها قرية بلومار، والكيلو 140 فيها قرية هاسيندا وايت، ودي من أفخم القرى الموجودة في الساحل الشرير. والكيلو 141 فيها قرية تلال العلمين، ودي من أشهر وأجمل القرى الموجودة في الساحل الشرير برضو. الكيلو 142 فيها قرية غزالة الوادي. وبعد كده بيجي في الكيلو 142 برضو قرية خليج غزالة وفندق ريكسوس العالمين، من أفخم الأوتيلات الموجودة في المنطقة دي. وفي برضو في الكيلو 164 قرية كورونادو، وفي الكيلو 165 في قرية لاسرينا، والكيلو 176 في قرية لافيستا باي، والكيلو 178 قرية لامورا بيتش، الكيلو 179 قرية الإمارات هايتس أو إميرتس هايتس، الكيلو 186 في قرية زاشور، الكيلو 187 فيها سي فيو الشهيرة جدا في الساحل الشرير، الكيلو 187 قرية كورال هيلز، الكيلو 190 قرية لاميرا، وبرضو في الكيلو 191 موجود قرية جفيرة باي. أما بالنسبة للسلايد اللي قبل الأخيرة اللي احنا فيها دلوقتي، موجود في الكيلو 198 قرية سوان ليك، وموجود في القرية اللي هي الكيلو 200 قرية ماونتن فيو، وفي الكيلو 200 قرية ماونتن فيو راس الحكمة. في 2 ماونتن فيو، واحدة ماونتن فيو الدبلوماسيين والتانية ماونتن فيو راس الحكمة، ودي من أجمل القرى الموجودة في الساحل الشرير، واللي هي كلها تقريبا معمولة على الستايل اليوناني الجريكي الجميل اللي احنا بنحبه، اللي هو الأبيض في اللبني في الديكوريشن في الورد اللي هو لونه بيربل وبينك. موجود في الكيلو 201 فندق ومنتجع سيزر باي، الكيلو 201 قرية سيزر، الكيلو 202 قرية مينا 5، والكيلو 204 في قرية الجوهرة في راس الحكمة، والكيلو 205 قرية رويال بيتش، والكيلو 212 فيها قرية إتاب راس الحكمة، والكيلو 214 فيها قرية جميرة باي خليج فوكا أو فوكا باي. وفوكا باي دي كانت بقى فيها حفلات كاظم الساهر، كان أول مرة كاظم الساهر يجي في مصر بعد غياب 10 سنين عن الحفلات بتاعته في مصر، وكانت أول حفلة في مصر لكاظم الساهر في 2023، وكانت من أجمل الحفلات، واللي هتلاقوها برضو معروضة عندي في القناة، دوروا عليها هتلاقوها، حفلات جميلة جدا جدا. أما بقى بتيجي بعد الساحل الشرير وكل الحاجات اللي احنا عرضناها وراس الحكمة، بيجي طبعا بعد كل اللي اتعرض ده كله في بقى مرسى مطروح، بتيجي قرية العبد وسيدي حنيش وفندق المازا بيتش ريزورت، وبتيجي قرية جراولة باي، وبتيجي قرية الفاطمية وقرية الإعلاميين وقرية المحاربين القدماء وقرية سانتا مونيكا، وبتيجي قرية جزر الكناري، وبتيجي قرية ابن سينا 1 وقرية ابن سينا 2، وبتيجي قرية سميلا أو سميلا أنا مش عارفة أنطقها كويس، وبتيجي قرية أندلسية. وبكده يكون احنا غطينا كل المناطق اللي في الساحل الشمالي من اول ايام زمان بقى، من اول العجمي
والنخيل، ودخلنا على كرير، وبعد كده دخلنا على كل الساحل الطيب من بداياته، بعد كده دخلنا على كل الساحل الشرير من بداياته، ومارينا، ودخلنا بعد كده على مرسى مطروح. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وان انا ما كنتش طولت عليكم، واتمنى ان انا اكون قدمت لكم حاجة مفيدة. رجاء لو الفيديو عجبكم او يعني عجبكم اي حاجة في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، لان ده بيفرق معايا كتير وبيحسسني ان انا عملت شيء مفيد ليكم وعملت حاجة تفرحكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي، واكتبوا لي في الكومنتس حابين نعمل جولات فين تانية مع بعض او نعمل فيديوهات عن مواضيع ايه بالظبط. وبس كده، ما تنسوش بقى اللايك. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.